تأهل المنتخب المصري لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً. يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لحجز بطاقة التأهل ووضع كلتا قدميه في أولمبياد باريس المقرر إقامتها في صيف العام القادم، وذلك بعد الفوز على الجابون بهدفين دون رد في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً الجارية في المغرب. وتغلب المنتخب المصري على نظيره الجابوني بهدفين دون رد سجلهما محمود صابر في الدقيقة 82 من خارج منطقة الجزاء، وأسامة فيصل في الدقيقة 91 من ركلة جزاء، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت بملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة ليتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً. وبذلك الفوز حسم منتخب مصر صدارة مجموعته في بطولة إفريقيا تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد باريس برصيد 7 نقاط إثر تعادله من قبل مع النيجر سلبياً، ثم الفوز على مالي بهدف نظيف، فيما تأهل الأخير وصيفاً وودع كل من الجابون والنيجر البطولة من الدور الأول. وستبدأ احتمالات صعود منتخب مصر إلى أولمبياد باريس اعتباراً من بعد غد الثلاثاء عندما يواجه نظيره الغيني وصيف المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية في 8 مساء. وأصبح أمام المنتخب المصري 3 احتمالات لحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس، من بينهم احتمالين بشكل مباشر عن طريق الفوز على غينيا، ومن ثم ضمان الحصول على أحد المركزين الأول أو الثاني، أو الهزيمة في النصف النهائي، ثم الفوز بمباراة تحديد المركز الثالث. أما الاحتمال الثالث فهو الهزيمة في المباراتين القادمتين، ثم الفوز على ممثل القارة الآسيوية في وقت لاحق، حيث يتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى الدورة الأولمبية. فوز مستحق ومبروك للمنتخب الوطني، وشكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في أمان الله.